نعم كذا، نعم كذا يلي تحبون جدة، جدة كذا انتي وبحر يا محبي، كذا انتي وبحر يا محبي. الله حتى حقيقة بتكلم جزئية معينة كده بالنسبة لإدارة الاتحاد اللي حاولت وقدمت كل ما تعطي حقيقة، واجتهدت في أمور كثيرة كانت يعني دعمت فيها وقدمت واجتهدت. أعتقد يستحقوا إنه يقدم لهم شيء جميل. الأستاذ انمار، الكعكي، كل الجهاز الموجود حقيقة يستحقوا إنه يفرحوا ببطولة، خاصة إن هي في آخر يعني نهاية موسم لفترتهم التوجيه. كابتن عاد مبخوت، مبروك للاتحاديين هنا مكانهم. ألف مبروك صراحة الاتحاد وجماهير الاتحاد، بطولة لا شك استحقها الاتحاد، ابتداء من المباراة الماضية لمباراة النصر وامتداد المباراة اليوم. حسم الاتحاد، دخل بشكل واضح، حسم من بداية المباراة، حتى دخول الشوط الثاني أيضا كان واضح، حسم المباراة. الأستاذ أحمد كعكي لجمهور الاتحاد. أنا قبل المباراة في شيء لفت نظري صراحة، التيفو اللي مسوينه جمهور الاتحاد، أنك تطلع 1000 كيلومتر مسافة بين مقر ناديك والمدينة اللي تلعب فيها، تطلع تيفو بهذه الكثافة وهذا العدد، يعني فيك حيرة تسوي تيفو. 1000 كيلو فيك حيرة تسوي تيفو. لا 1000 انك تطلع بهذا الشكل. يعني انا اتكلم عن المسافة، البعد بين المقر لما تكون في مدينتك، هذه جماهيرك مدينتك، لكنك تبعد مسافة كبيرة، اعتقد نحن نتكلم عن تقريبا 1000 كيلو، ويكون عندك هذه الكثافة العددية من الجماهير وتطلع فيها، انا اعتقد ما في. واليوم صنعوا لجماهيرهم الفرح. صحيح، فوز مستحق. ألف مبروك لنادي الاتحاد، إدارة، أجهزة فنية، لاعبين، يبارك المناف. تعرف انهم محايد هنا لكن القلب في النهايه يبقى. نبارك الحقيقه للجمهور العظيم، المدرب صراحه جمهور كان مؤثر من المباراه الماضيه، لذلك نبارك للجميع في الاتحاد. اعتقد مباراه اليوم استحق الاتحاد، كان فريق منظم، كان فريق مميز، استحوذ، سيطر، كان واحده من اهم الاسرار في فوز اليوم الحضور الذهني، الضغط العالي، الضغط العكسي اللي كان سبب في الهدف الاول. نتكلم عن الحلول الفرديه وتحديدا حمد الله، رومارينو، كورنادو، هنريكي اللي كان إضافة من مشاركة كورنادو. نتكلم عن الأظهرة تحديدا مهند شنقيطي، الكرة الثابتة اللي كانت واحدة من أهم أسلحة فريق الاتحاد. وشفنا الهدف الثاني البداية هارد لك ممتاز للفيحة. نقول فايحة وبنفصل ليش خسر. بنفصل بعد ما نروح لحماد العنزي. حماد مبروك للاتحاديين، حظا وافرا للفيحاويين، لقطات التتويج. حماد. مواسم سابقة على الاتحاد يريد هذا اللقب منذ فترة. اليوم الثالثة ثابتة بالنسبة للعميد، الثالثة ثابتة. نعم، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة للاعبين، فرحة كبيرة لمدرج العميد، فرحة كبيرة لكل المحبين في هذا المساء. ليلة كبيرة في الرياض، ليلة كبيرة في الدرة. واليوم الاتحاد يتوج بطلا لبطولة السوبر السعودي هذا الموسم على حساب الفيحاء. وقلت أن من بداية المباراة احتفل الاتحاديون، من بداية المباراة احتفل الاتحاديون
الاتحاديون، الاتحاد الذي مر بمرحلة صعبة جدا كبيرة وتاريخية من العشاق والمحبين ومن الإدارة التي استلمت المهمة في وقت صعب، الإدارة القوية التي يقودها مار الحايلي وأحمد كعكي نائبة. اليوم الاتحاد ربما كل هؤلاء الحاضرين في ملعب المباراة في أرضية الملعب، الإدارة واللاعبين يستحقون التتويج. قلت أكثر من لاعب موجود في الاتحاد أعطى عطاءات كبيرة وأعطى مواسم لم يتوج. اليوم التتويج يستحق الاتحاد، وحظا أوفرا للفيحة أبناء المجمعة الذين قدموا أكيد حضور ملفت ووصول تاريخي للنهائي، أكيد لا شك في ذلك. بعد كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي فيحة أراد البطولة، لكن الاتحاد كان في يومه، الاتحاد كان في وضعه الطبيعي وبحضور لاعبيه وجماهير التي تملأ الملعب تماما. المشهد كان كبير وكان مثير للغاية حقيقة، أي إثارة وأي مشهد في ملعب المباراة. وأقول لابد أن أقول أن هؤلاء العاشقين يستحقون التتويج حقيقة، مع وقفتهم الكبيرة مع ناديهم، بحضورهم عندما كان في مأزق. اللاعب في مباراة اليوم أكيد هو الأفضل، هو من سجل، هو من قاد الاتحاد. حمد الله قاد الاتحاد في النهائي، قاد الاتحاد للعودة في هذا المساء الجميل وفي الليالي الكبرى. يظهر الكبير، يظهر حمد الله في الليالي الكبيرة، يظهر معدن حمد الله، يظهر الهداف الكبير ويقود فريقه للتتويج بلقب بطولة السوبر السعودي. هو العريس اليوم، هو عريس الليلة، حمد الله الهداف، حمد الله أفضل لاعب، حمد الله كل شيء هذا المساء. حمد الله والحمد لله أولا وأخيرا. هكذا يقول الاتحادي، هكذا يردد الاتحادي. حمد الله يقود الاتحاد في الليلة التاريخية ويتوج عريسا بطلا هذا المساء لقيادة العميد للعودة للبطولات. هكذا هم النجوم الكبار، هكذا يقود العميد، هكذا عودة كبيرة وبقيادة حمد الله. هنا الآن حكام المباراة السيد فرناندو راباليني الارجنتيني ومساعدة جون بابلو، والمساعد الثاني دييغو بونفا، وايضا حكم الرابع خالد تريس في المسار للسلام على راعي المباراة. وبعد ذلك التتويج بالميداليات لميداليات الحكام الذين قادوا مباراة اليوم بسلاسة وبدون اخطاء حقيقة. الطرد الذي حدث للفيحة كان في مشاهدة وكان في استدعاء، وبالتالي فيحة عانى كثير في مباراة اليوم. ايضا حكم الفيديو السيد ماورو فيجليانو ومساعده السيد محمد العبكري، كلهم في لحظات التتويج لراعي المباراة السيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. يتشرف أعضاء فريق نادي الفيحة، لاعبي الفيحة إذا المتوجين بالمركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية من أمام الاتحاد. تحية كبيرة للفيحة، حقيقة تحية كبيرة. نادي يستحق
كل التحية وكل التقدير، عمل كبير ووصول للمباراة النهائية وعلى حساب الهلال. الفيحة أقصى الهلال لكن لم يستطع أن يواصل في المباراة النهائية. يسلم على رئيس النادي، هذا رئيس نادي الفيحة سيد عبد الله أبانمي، الرجل الذي يقود النادي بمهارة وبروعة في السنوات الأخيرة، ويصل بالفيحة ربما لبطولة ومشاركة ربما آسيوية قادمة. الفيحة في نهائي السوبر يخسر لكنه يكسب لأن عنده مشوار قادم، عنده بطولات أخرى، سيسير على نفس الطريق، سيسير بنفس إدارته لأن يصل مرة أخرى لأن يتوج ربما بطلا. نشاهد في السنوات الأخيرة الفيحة، التعاون، الفتح سبقهم قبل ذلك، وبالتالي هذا الوضع الطبيعي والسليم لأن الأندية كلها تحظى بدعم كبير، دعم سمو سيدي ولي العهد، دعم ورؤية للرياضة في السعودية لأن نكون في مصاف الدول الكبرى في الرياضة وفي كرة القدم. دعم تاريخي للرياضة، لم يحدث أن دعمت الرياضة بهذا الشكل وبهذه الرؤية. نحن اليوم نحتفل بالاتحاد، ونحتفل بالفيحة، ونحتفل بالرياضيين، ونحتفل بالدعم الكبير المتواصل من القيادة، ونحتفل وسنحتفل في المستقبل لأن نصل لطموحنا، لأن نصل لأعلى مما نطمح أيضا. نحن هكذا نحن تعلمنا في السعودية وفي أواخر من سمو سيدي ولي العهد الطموح الكبير للسعوديين، وبسواعد كل الشباب سنصل لما نطمح له في الرياضة وفي كل المجالات بإذن الله وفق الرؤية للمملكة العربية السعودية 2030. التتويج للاتحاد سيكون بعد لحظات، بينما عناصر أو الجهاز الفني للفيحة يستحقون كل تحية على ما قدموا. والآن يصطف لاعبي الفيحة بعدما تلقى التحية والتقدير من الاتحاديين، يصطفون الآن لأن يعيدون التحية ويعيدون الاتحاد بطلا جديدا مرة أخرى لبطولة السوبر. عودة كبيرة يا عميد، عودة كبيرة يا اتحاد، عودة كبيرة لن تكون. نعم يا نونو، أنت تقود نادي كبير، نادي تاريخي، عنده مشوار طويل، بطولات وسنوات من الصعود على المنصات يا نونو، سنوات من الصعود على المنصات. الاتحاد الذي كان في فترة من الفترات هو الأول ولا يرضى بغير ذلك. نعم، لحظات كبيرة، لحظات التتويج للاعبي العميد حمدان الشمراني، مد الله العليان، والعبود، وطارق حامد، ويلتقط الصورة العبود. نعم، افرح أنت فترات. اكيد رومارينيو سعيد، رومارينيو مبسوط، مارسيلو جروي تحيه كبيره من الجماهير، والسيد ياسر عبد المسحل الذي لا زال يعطي الميداليات الذهبيه للاعبي الاتحاد في هذا المساء وفي هذه الليله التاريخيه التي توثق من دون شك في مواقع التواصل في كل الوسائل. الاتحاديين اكيد سعيدين في هذا المساء، اللاعبين في لحظات منتظرة حقيقة لأن يرفع حجازي لقب بطولة السوبر السعودي على كأس دابيرين. منتظر. نعم، حجازي الآن يصل، أحمد حجازي مع راعي المباراة سيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. وهنا أكيد هاني أبو ريدة تحية كبيرة للحجازي كابتن الاتحاد، وتحية من عمار وأحمد كعكي
والحضور هنا حجازي الآن سيرفع كأس البطولة مع الرئيسان المتفاهمان المتناغمان كعكي والحايلي وحجازي. روح عند اللاعبين، اجري يا أحمد، امشي يا أحمد عند اللاعبين. سيرفع اللقب، ينتظر حجازي، ولحظة كبيرة وتاريخية للعميد، لحظة كبيرة للعودة للبطولات. أحمد حجازي مع 1 و2 3 والاتحاد بطلا لبطولة السوبر. الاتحاد بالعودة التاريخية، العميد احتفالية كبيرة، أجواء كبيرة في الملعب، أجواء تاريخية لعودة ال90 النشيط، لعودة ال90 الكبير، لعودة ال90 يتوج بطلا لبطولة السوبر السعودي في أمسية رائعة واحتفالية كبيرة وسط الجماهير. فرحة كل العشاق وسط حضور جماهير الاتحاد في ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض. عودة كبيرة يا عميد وفرحة تاريخية من دون شك. ألف مبروك لكل العشاق وكل المحبين، وسعدت حقيقة بهذه الأمسية الكبيرة والتعليق على عودة العميد للبطولات مرة أخرى. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، إلى أن ألقاكم في مناسبات قادمة، تحياتي. أما الآن فنعود إلى الزميل العزيز محمد